دايما بتسأل هل التداول ينفع كدخل اضافي ولا لازم اتفرغ له؟ تابع الفيديو علشان تعرف الاجابة. من فترة واحد صاحبي سألني انا شغال من 9 ل 5 بس نفسي اعمل دخل تاني، ينفع اشتغل في التداول جنب الشغل ولا لازم اسيب كل حاجة واتفرغ له؟ الاجابة ينفع، بس مش ده قرار يتاخد بعواطفك. التداول ينفع كدخل اضافي بس لو انت شايفه مشروع جانبي صغير، يعني لو بتشتغل تقدر تخصص جزء من يومك تبص على السوق، تفتح صفقة مدروسة وتتابعها وانت في طريقك او بعد الشغل. لكن المهم اوعى تقع في الفخ انا هشتغل النهاردة واستقيل بكرة. الشغل ما بيكسبش المستعجل، ولو داخل علشان تجيب قسط العربية الشهر ده هتخسر اكتر منه. في ناس فعلا اتفرغت للتداول بس بعد سنين من التدريب والخبرة، وبعد ما بقى عندهم راس مال كفاية واستراتيجية ناجحة. يعني التداول ينفع كدخل اضافي، بس لو عايز تحوله لدخل اساسي لازم تتعامل معاه كأنك بتأسس شركة، تتعلم وتجرب، ولو خسرت تتعلم من الخسارة وترجع تاني. لكن تسيب شغلك من اول شهر غلط كبير، الا لو بتشتغل بالحظ. لو ناوي تبدأ تداول جنب شغلك خليه بسيط بعقل، جزء من يومك تتعلم فيه. شاركني في التعليقات لو عندك تجربة مع التداول والشغل في نفس الوقت.